اتفرجت على فيلم محمد رمضان الجديد على الزيرو. الفيلم يستاهل يتشاف ولا لأ؟ هو عودة جديدة لمحمد رمضان ولا لأ؟ هل محمد رمضان غير جلده في الفيلم ده ولا لأ؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها في الفيديو ده، خليك معايا لحد الآخر. بس قبل ما نبتدي، لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك ويلا بينا. Dramatica. فيلم على الزيرو بطولة محمد رمضان ونيلي كريم، ومن تأليف دكتور مدحت العدل، ومن إخراج مندو العدل. الفيلم بيحكي عن محمد رمضان اللي بيلعب دور دي جي، بيكتشف فجأة إن ابنه عنده سرطان في الدم أو لوكيميا، وهيحتاج عملية زرع نخاع علشان يقدر يعيش. العملية دي هتتكلف مبلغ كبير جدا فوق إمكانيات البطل. القصة إنسانية أقرب للميلودراما، وده النوع اللي بيحبه مدحت العدل، خصوصا وإنه أكتر حاجة بتلمس مع الناس. لو عايز تتفرج على الفيلم يبقى لازم تلغي دماغك شوية وتبكي معاهم. لا تبكي إيه؟ إذا كان الجو العام للفيلم مش مفهوم، لا هو ميلودراما ولا هو هندي ولا هو موسيقي غنائي ولا هو إيه بالظبط. طيب عشان ما نختلفش، خلينا ابتدي معاكم بالحاجات الحلوه. اولا تمثيل محمد رمضان، بصراحه هو غير جلده المره دي في الفيلم ده الى حد كبير. ما اقدرش اقول 100%، لكن اقول لك 80%. وعشان اديله حقه هو عمل شويه مشاهد كويسه، صحيح مش كل المشاهد بس معظم المشاهد اتعملت كويس. الحاجه الثانيه شخصيه جمانة مراد في الفيلم، حلمها بالسندريلا وتقمصها لشخصيه سعاد حسني، رغم انها ما خدمتش الدراما في الفيلم، لكن كانت شخصيه مدروسه كويس واتقدمت بشكل كويس. كمان الممثل اللي عامل دور حوده الشمال في الفيلم عامل الدور حلو قوي من غير اي افوره، ورغم ان الدور شرير بس هو عمله باستاذيه وعمله بشكل مختلف. كمان المشاهد اللي ما بين محمد رمضان وابنه في الفيلم كان فيها حميميه والفه، تحس انها مشاهد طبيعيه بحقه حقيقي. الله، امال ايه الحاجات الوحشه؟ التقيل جاي ورا. اولا يا سيدي، نيلي كريم جايه بتمثل من غير اي نفس، كانها جايه مغصوبه على الفيلم، او جايه تمثل الفيلم تخليص حق للعدل جروب. كمان المعارك متنفذه بشكل حلو قوي، بس على مستوى افلام التسعينات. اداء الطفل منذر مهران في الفيلم بارد، وكأن المخرج ما ادالوش اي توجيهات تدخله في الشخصيه. كمان الحوار في الفيلم، دكتور مدحت العدل محتاج يعمل ابديت على الحوارات اللي بتدور دلوقتي ما بين المصريين. لا دي المفردات المستخدمه ولا دي طريقه الحوار ما بينهم. وكلاشيهات السينما المصريه بتاعت فضلنا الاوضه بكره علشان في مستاجر جديد جاي، وفرطتي في شرفك يا صباح، والحاجات دي كلها ادمت خلاص، كانت بتستخدم في الستينات والسبعينات. احنا دلوقتي بقينا في 2023. طيب تعالى نتكلم عن الفيلم جزئيه جزئيه. نبتدي بالسيناريو. السيناريو كان فيه حاجات كتير جدا غير منطقيه، او خلينا نقول انها كانت اقرب لمنطق الافلام الهنديه. يعني مثلا واحد ينتحر من الدور الثاني ومحمد رمضان ينزل له الدور اللي تحتيه عشان يلقفه بايد، وبايد واحده كمان يعني ضد قانون الجاذبيه. اتنين عندهم نفس الظروف الاجتماعيه، الاتنين محتاجين للفلوس، والاتنين تحاليلهم الطبيه متطابقه تطابق تام. ما تسالش. تاجر المخدرات اللي بيقبل يشغل عنده محمد رمضان من اول يوم وهو جاي له بقصه مش منطقيه اصلا، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. ام نيلي كريم اللي بتسالها انها توافق على الجواز من راجل ما تعرفوش في اول يوم بتقابل فيه محمد رمضان. الحوار لا مكانه ولا زمانه ولا دي المناسبه اللي يتقال فيها اصلا. من الحاجات العبثيه كمان انه يكون محتاج للفلوس فيروح يتاجر في المخدرات، تقوم العصابه تخطف له ابنه، يجي واحد يتبرع بكليته فموضوع الفلوس يتحل، يقوم مرجع الفلوس للعصابه فيقوموا مرجعين له ابنه، وكأن شيئا لم يكن. الغريب بقى ان دكتور مدحت العدل هو اللي كتب الفيلم، بس واضح ان بعد عن الطب بقاله زمن، لانه اللي اتقدم في الفيلم لا له علاقه بالطب ولا له علاقه بالمستشفيات ولا الدكاتره كلهم. اولا محمد رمضان بيتخانق في الاستقبال بتاع المستشفى، وترولي العيان معدي جنب باب الاستقبال عادي جدا، كانها مش مستشفى، كانها سوق. كمان لما ابن محمد رمضان بيدخل يعمل العمليه بيجي دكتور ويقول لا طلعوا لي الواد، احنا مش هنعمل العمليه دي، ده الواد لو هيعمل عمليه زرع شعر مش زرع نخاع مش هيتعمل فيه كده. ومش هيجي دكتور من بعيد يقول العمليه دي مش هتتعمل دلوقتي. هي مش المفروض العمليات دي لها تجهيزات وفي دكتور تخدير بيطمن على العيان الاول وبيدخله اوضه العمليات وبيجهزه للعمليه؟ هو الكلام ده كله ملوش اي معنى عندك يا دكتور؟ ولا هو الطب عندكم حاجه تانية؟ ولا هي دي متطلبات الدراما؟ ولا هي ايه الحكايه بالظبط؟ كمان دكتور مدحت العدل محتاج يراجع نفسه، نوعيه الشخصيات اللي هو بيقدمها اللي ما بقتش متناسبه اصلا مع العصر ولا بقت موجوده في عصرنا. يعني مثلا صاحب البيت قليل الاصل اللي بيطرد الراجل في عز المطره علشان مش لاقي يدفع الايجار، صاحبه البنسيون الجدعه اللي بتروح تبيع ذهبها عشان تشارك في عمليه الواد اللي هي ما تعرفوش اصلا، الدكتوره الشريفه اللي بتروح تسرق خزنه علشان تشارك في عمليه الواد هي كمان. يعني لا شخصيات منطقيه ولا حوار منطقي ولا احداث منطقيه اصلا. ما عجبنيش كمان الافكار اللي بيقدمها الفيلم، اللي هي اعمل كل حاجه وربنا هيسترها معاك، تاجر في المخدرات عادي، اسرق خزنه ممكن، كل حاجه ممكن تعملها مفيش اي مشكله، ربنا هيسترها وفي الاخر هيكافئك وهتعمل قناه على اليوتيوب وهتكسب ملايين. من الحاجات كمان اللي غير منطقيه في الفيلم
ان نيللي كريم تروح تتجوز واحد تاني عشان تاخد منه نص مليون جنيه فتديهم لمحمد رمضان، فيجي هو يفركش لها الجوازه ويرجع النص مليون جنيه للراجل. بعد كده يروحوا للدكتور عشان يعمل العمليه لابنه، يقول له العمليه هتتكلف مليون جنيه، فيبص لمريم ويقول لها طب ايه العمل يا مريم؟ هو ايه العمل يا مريم؟ هو ايه السيناريو العجيب ده؟ بمناسبة ما تسألش، حاجات كتير بقى ما تسألش عليه. يعني عندك مثلا هو جاب أجرة البنسيون اللي قاعد فيه عند جمانة مراد منين؟ العربية اللي سرقها من الدكتور وداها فين؟ بأمارة ايه نيللي كريم تحبه وهم لا بينهم كيمياء وفرق السن اللي بينهم واضح جدا؟ ازاي محمد رمضان يروح القسم للديلر اللي اتقبض عليه علشان يسأله على تاجر المخدرات اللي كان شغال معاه، فيقوم محمد رمضان هو كمان يشتغل معاه؟ فين أم نيللي كريم لما الواد كان بيتخطف من بيتها؟ ازاي طول الفيلم ما يبقاش في حوار واحد ما بينه وما بين صاحبه اللي هو اسلام ابراهيم يحكي له فيه عن ظروفه والمشاكل اللي هو بيقابلها؟ هو ميلودراما، بس مش لازم ميلودراما سودة قوي كده. يعني تبقى مراته ميته وابنه عنده لوكيميا وصاحب البيت بيطرده لانه معهوش فلوس والدنيا بتمطر عليه، وبعدين فجأة الدنيا تضحك له ويجي له فلوس من حيث لا يعلم وبالملايين كمان. يعني شوية منطق، نحترم الجمهور الغلبان ده. Dramatica. نتكلم عن الإخراج في الفيلم. أولا المطاردات اللي اتعملت كلها بشكل حلو، بس كأنها في أفلام التسعينات مش في فيلم معمول في 2023 بكل الإمكانيات اللي بقت موجودة في السينما المصرية دلوقتي. كمان الجو العام للفيلم ما كانش مفهوم، لا انت فاهم هو ميلو دراما عايزنا نتشحتف ورا البطل والقصة المأساوية بتاعته، ولا نقوم نرقص ونغني وهو بيغني على الزيرو، ولا بيغني 5-5، ولا بيغني كل الأغاني اللي موجودة في الفيلم. عشان تفهم قصدي أكتر هفكرك بمشهد في فيلم ألف مبروك لأحمد حلمي، لما أحمد حلمي اكتشف إن أمه عندها كانسر ودخل حلق شعره بالمكنه على الزيرو عشان يبقى قريب من امه ويفهمها ان الشعر ملوش اي لازمه. المشهد ده اتعمل بشكل مؤثر جدا وكان ماستر سين في الفيلم، ده خلانا كلنا كمشاهدين نتعاطف مع البطل في الجزئيه دي ونقدر الحاله الانسانيه اللي كان فيها في المشهد ده. نفس السيناريو ده بيتكرر هنا مع محمد رمضان لما بيلاقي ابنه شعره بيقع وبيقرر هو كمان انه يحلق شعره على الزيرو، فهو بيحلق شعره بيروح مغني اغنيه على الزيرو اللي خارجه تماما عن السياق في المشهد ده. هو صحيح الاغاني دلوقتي بقت عامل جذب كبير جدا من الجمهور في الافلام الايام دي، ومفيش فيلم تقريبا بيخلو من اغنيه، خصوصا لما يبقى البطل هو محمد رمضان اللي بيقدم نفسه اصلا كمطرب. وانا ما عنديش مشكله ان محمد رمضان يغني في الفيلم، بس غني اغاني تكون متوظفه دراميا. ودكتور مدحت العدل له تجارب كتير في الموضوع ده، زي ايس كريم في جليم وقشر البندق وامريكا شيكا بيكا، كلها افلام عملها مطربين وكانت الاغاني كلها موظفه دراميا في الفيلم. لكن في فيلم على الزيرو ولا اغنيه كانت موظفه دراميا، حتى اغنيه 5-5 اللي كانت تتغنى في الاول لا هي موظفه دراميا ولا كانت بتتغنى في مكانها. من مشاكل الاخراج كمان الاداء الاوفر قوي للدكاتره. هو صحيح الفيلم مطلع الدكاتره كلهم شياطين، بس مش لازم الشر بتاعهم يبقى مبتذل قوي كده. يعني مش لازم يجزوا على اسنانهم ويرفعوا حواجبهم. ايه المشكله انك تبقى شرير بس شرير شيك؟ يعني ليه لازم تبقى شرير عباس فارس؟ ما تبقى شرير عادل ادهم مثلا. فمش عارف الاداء الاوفر ده كان متطلبات المخرج ولا هم سابهم يبدعوا كده قدام الكاميرا. وبس كده انا خلصت. لو عجبتك الحلقه دوس لايك وشير وانزل خد لك لفه في الفيديوهات. لو عجبتك اشترك في القناه.